السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى حبايبي الحلوين، احنا خلصنا الدرس التمهيدي وحلينا عليه أفكار كتير. تعال بقى لدرسنا الأول من الوحدة الأولى. أنت منهجك اسمه جغرافيا سياسية. بما إن أنت منهجك اسمه جغرافيا سياسية، يبقى أول درس هيكلمك عليه هو الدولة، ويبتدي يكلمك يعني إيه كلمة دولة، أسس بناء الدولة، طب إيه أنواع الدول. على فكرة الدرس ده مقسوم لحصتين، زي ما احنا أخدنا الدرس التمهيدي في حصتين بالظبط. حصتنا النهارده هنتكلم على الدولة وتعريفها وأنواعها، وحصتنا التانية بقية الدرس ده هنتكلم عن العواصم. تعال بقى نسمي بسم الله، توكلنا على الله، نبتدي كده حصتنا واحدة واحدة. قال لك الدولة دي ظاهرة سياسية موجودة على خريطة العالم، ويمكن خريطة العالم اهي قدامكم مليانة دول، لدرجة اللي هو هنا في الآخر بيقول لك إن تختلف الدول في العالم من حيث الموقع، من حيث المساحة، من حيث الشكل. وقال لك روح بص على خريطة العالم، مثلا مصر ذات موقع مركزي على خريطة العالم، نيوزيلندا ذات موقع هامشي على خريطة العالم. خد بالك بقى من الألفاظ، مركزي يعني في نص خريطة العالم، لكن هامشي يعني على أطراف العالم. مثلا أستراليا من الدول ذات المساحة الكبيرة، لكن لسوتو من الدول ذات المساحة الصغيرة. فبالتالي قال لك الدول بتختلف على حسب المساحة، على حسب الموقع، وده اللي قاله هنا. يبقى إذن احنا بادئين لسه تاتا أول خطوة في الجغرافيا السياسية بعد ما اتكلمنا على الدرس التمهيدي. هنا بيكلمك على إن الدولة إحدى الظاهرات السياسية اللي موجودة على خريطة العالم، ودي محور دراسة المادة دي. علشان كده الدرس اللي جاي هيبقى المقومات الطبيعية لقوة الدولة، والدرس اللي بعده المقومات البشرية لقوة الدولة. فقال لك دي محور دراسة الجغرافيا السياسية. فبدأ بقى هنا، يلا بينا بقى نسمي بسم الله بعد التمهيد ده، ندخل بقى في الجد. يعني ايه دولة؟ قال لك دي وحدة سياسية. وعلى فكرة دايما بدل ما بيستخدم لفظ دولة بيستخدم لفظ وحدة سياسية. فخد بالك، وحدة سياسية يعني دولة، دي ألف ب كده لازم نتعلمها. وحدة سياسية يعني دولة. قال لك محتاجة منطقة معينة من سطح الأرض، أهي مساحة من الارض. فبالتالي قال لك الدوله منطقه معينه من سطح الارض بيعيش فيها سكان دائمين. فانا راجل جنسيتي مصري، ده راجل جنسيته سعودي، ده راجل جنسيته امريكي. قال لك ولازم من وجود سلطه عليا تحكمنا ذات سيادة. فانت عندك رئيس لدولة مصر، زي ما انت عندك ملك في السعودية، زي ما انت عندك رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. على حسب بقى الدول دي جمهورية ولا ملكية، هناخد بعد كده رئاسية، برلمانية، شبه. في النهاية لازم وجود سلطة عليا ذات سيادة اللي هي الحكومة، دي اللي بتدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية. يبقى إذن خلي بالك بقى، الراجل ده كده حط 3 شروط اهم. علشان كده بص هنا قال لك 1 منطقة معينة من سطح الأرض، 2 لازم سكان، 3 لازم سلطة. فبالتالي أنت عندك 3 شروط لقيام الدولة: أرض، شعب، سلطة. خلي بالك بقى، أرض، جغرافيا، ساعات بيسموها مورفولوجيا. مورفولوجيا يعني مساحة أو شكل، فالأرض دي هي ذات مساحة أو ذات شكل. شعب يعني سكان، وسكان يعني ديموغرافيا. فخلي بالك من الحتة دي. يبقى أنت عندك جانب جغرافي وجانب ديموغرافي. بالمناسبة ديموغرافي ساعات بتتعمل بالغين تبقى ديموغرافي، الاتنين واحد. يعني ديموغرافي وديموغرافي الاتنين واحد. يبقى إذن أرض، جغرافيا، أو مورفولوجيا يعني مساحة أو شكل، شعب يعني سكان يعني ديموغرافيا، وسلطة. حتى هنا أنا جايب لك تعريف السلطة. بص تعريف السلطة قال لك إيه؟ الحكومة وعلى رأسها الحاكم، ودي اللي بتدير وبتنظم شؤون البلاد وبتشرع القوانين. فأنا لازم بقى يبقى عندي 3 سلطات. على سبيل المثال هنطبق على مصر: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. الكلام انتوا بتاخدوه رابعة ابتدائي، تمام؟ فأنت عندك 3 سلطات أهم: سلطة تشريعية بتشرع القوانين، سلطة تنفيذية بتنفذ القوانين وبتوفر الخدمات للشعب، وكمان عندي سلطة قضائية. بس هنا عاجبني قوي جملة اعتراف دول العالم بها. ما مش كل واحد يعمل حكومة يبقى عنده دولة،
ما هو ممكن تعمل حكومه بس تبقى اسمها حكومه غير شرعيه، فهنا حط لك شرط، قال لك مع اعتراف دول العالم بها. لازم دول العالم تعترف بحكومتك دي، لازم يبقى عندك مثلا مقعد في الامم المتحده على سبيل المثال. علشان كده في دول عربيه كتير دلوقتي بتدعو ان يبقى لفلسطين مقعد في الامم المتحده. يعني ايه مقعد في الامم المتحده؟ يبقى دوله معترف بيها من كل دول العالم، فبالتالي يبقى يوم ما الدوله دي يبقى معترف بيها يبقى من حقها يبقى عندها ارض. انت فاهم الذكاء؟ فانت مش من حقك يا اسرائيل تاخدي ارض فلسطين، لان فلسطين عندها سكان دائمين، حكومتها معترف بها من كل انحاء العالم اللي هي السلطه. ده ان شاء الله لما تخش الامم المتحده او يبقى ليها كرسي دائم في الامم المتحده، يبقى معنى كده ان انت كاسرائيل مش من حقك تاخدي الارض. انتوا فاهمين اللفه هنا؟ علشان كده برضو حط شرط مهم جدا للحكومه دي او السلطه دي، قال لك سلطه ذات سياده. ما انا ممكن ابقى قاعد في بيتي اقول الو السلام عليكم انا عملت حكومه، ايوه بس هل الحكومه دي لها سياده؟ يعني تسيطر على كامل الارض وكامل السكان؟ ما انا ممكن مثلا انا واحد مثلا من سكان سيدي بشر في اسكندريه، ينفع بقى انبسط بسيدي بشر؟ لا، ده لازم يبقى على كامل الارض والسكان، واتفقنا معترف بها من كل دول العالم. يبقى هنا السلطه دي لابد لها من سياده. سياده يعني سيطره على كامل الارض والسكان. يا فرحتي انت عملت حكومه بتتسمى بقى حكومه غير شرعيه، مسيطر على منطقه صغيره من الارض، زي مثلا سوريا والحكومات اللي كانت بتعمل فيها ايام ما كانت داعش بقى اخد حته وبشار اخد حته وهكذا. فتلاقي ده سلطه وده سلطه وده عامل حكومه وده عامل حكومه بس مش معترف بيهم. ليه؟ لان السلطات دي هي لا تسيطر على كامل الارض وكامل السكان، فبالتالي هي سلطه بدون سياده، فمش هيبقى معترف بيها من دول العالم. يبقى خلاصه الكلام اللي احنا اتكلمناه لغايه دلوقتي، انت راجل علشان يبقى عندك دوله محتاج 3 شروط. طب ما تيجي نخبي كده بقى وتقول لي ايه ال3 شروط؟ ال3 شروط يا مستر: ارض، جغرافيا او مورفولوجيا، مساحه وشكل، شعب، سكان، ديموغرافيا، وكمان سلطه. والسلطه دي لابد ان يكون لها سياده. وصلت كده؟ طب ده تعريف الدولة. ايه الفرق بينها بقى وبين الأمة؟ لأن ده سؤال بقى امتحانات. الأمة قال لك مجموعة من البشر. الله يا مستر، طب ما كده الدولة هي مجموعة من البشر. حلو قوي، يبقى ده وجه تشابه. يبقى العامل الديموغرافي متوافر هنا وهنا. العامل الديموغرافي موجود في الدولة وموجود في الأمة، بيعيشوا على رقعة من الأرض. الله يا مستر، طب ما كده العامل الجغرافي متشابه هنا وهنا. أمال إيه الفرق بقى؟ الفرق في 3 كلمة: السلطة. الأمة ما جابش سيرة سلطة، اقرأ كده، لكن جاب سيرة العامل الزمني. الدولة ممكن تبقى موجودة دلوقتي، لسه مولودة دلوقتي، لكن الأمة لازم تبقى مولودة من زمان. بص قال لك إيه؟ لفترة زمنية طويلة تربط بين أفرادها روابط مشتركة، نفس الدين، نفس اللغة، نفس العادات والتقاليد. ما أنا لما أوصل لنفس اللغة ونفس العادات والتقاليد والتراث والتاريخ، أنا لازم أكون عشت لفترة زمنية طويلة. علشان كده بص بقى المقارنة اللي عندك دي، الدولة والأمة الاتنين محتاجين أرض، يعني الاتنين دول في ما بينهم مشترك: الارض والسكان. طب ايه المختلف يا مستر؟ بص كده، السلطة. الدولة لازم لها سلطة، لكن انت ما جبت سيرة السلطة في الأمة. لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة قضائية جبت سيرتها في الأمة. لكن الدولة لازم لها سلطة. الدولة قد تتعدد فيها اللغات، قد تتعدد فيها العادات والتقاليد، زي سويسرا على سبيل المثال، دولة تتحدث 4 لغات رسمية: إيطالية، ألمانية، فرنسية، رومانشية. على فكرة رومانشية مش رومانية، عشان بعض الكتب بتقول رومانية، لا هي مش رومانية. الرومانشية هي إحدى اللغات التي جاءت من أو جت بقى من نعيد الحتة دي تاني، ماشي؟ عايزين نقول إيه؟ ماشي، كانت من نتاج. يلا نعيد الحته دي تاني، قص الحته دي. خلي بالك اسمها الرومانشيه مش الرومانيه، لان بعض الكتب بتقول انها رومانيه، لا غلط. تمام، هي اسمها رومانشيه. ايه الفرق يا مستر؟ الرومانشيه دي لغه اندرجت من اللغه اللاتينيه القديمه، فخلي بالك من الحته دي. يبقى اذا قال لك سويسرا قد تتعدد فيها اللغات،
في دول كتير تتعدد فيها اللغات. كندا على فكره بتتكلم مثلا انجليزي وفرنساوي، بعض المقاطعات بتتكلم لغه انجليزيه وبعض المقاطعات بتتكلم لغه فرنسيه، فالدوله قد تتعدد فيها اللغات. لكن الامه لا يا بابا، العادات والتقاليد مشتركه، نفس اللغه زي الامه العربيه على سبيل المثال 22 دوله بيتكلموا لغه عربيه، يدينوا معظمهم بدين الاسلام، معظمهم نفس العادات والتقاليد المشتركه. يبقى خلي بالك الاتنين شبه بعض في الارض والسكان، لكن الاختلاف ان الدولة محتاجة سلطة، الامة مش محتاجة سلطة. الامة نفس العادات والتقاليد واللغة، لكن الدولة قد تتعدد فيها اللغة والعادات والتقاليد، فده وجه مقارنة قوي جدا ما بين الدولة والامة. علشان كده نطلع على طول بعد ما خلصنا الجزء ده من حصتنا، تعال نشوف السؤال اللي جه في امتحان 2025. جزء الدولة والامة ده جه في 2025 وجه في 2023. انا قاصد اجيب لكم على كل جزء بخلصوا السؤال. كان لسه مبعوت لي فويس من كذا يوم كده لبنوته بتقول لي مستر، انا كان عندي واحده قريبتنا في العيله السنه اللي فاتت ذاكرت كويس جدا 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 واجتهدت يا مستر، لكن جابت في الاخر 61، فانا متعقده واقعد اذاكر واضيع وقت على الفاضي. فقلت لها خلي بالك، انا ممكن اقفل على نفسي باب الاوضه واقعد اذاكر بس اكون بذاكر غلط، فطبيعي ان انا ما اجيبش مجموع في اخر السنه. ما هو مش كل من قفل على نفسه الباب ومسك الكتاب وذاكر ذاكر غلط. انا عملت حاجه ايوه كده. مش كل من مسك الكتاب وذاكر صح، ما هو ممكن تكون بتذاكر غلط. طب اعرف منين انا بذاكر صح او غلط؟ الجزء اللي نخلصه تعال طبق باسئله ثانويه عامه. مش هقول لك بقى طبق باسئلتي او باسئله المستر او باسئله اي حد، لا طبق باسئله ثانويه عامه. شوف الكلام اللي انت ذاكرته ده هو يتماشى مع اسئله الثانويه العامه ولا لا. لقيت نفسك عارف تحل يبقى انت بتذاكر بالطريقه الصح، مش عارف تحل يبقى طريقه مذاكرتك غلط. نرجع تاني بقى لموضوعنا. بص كده السؤال ده قال لك طلع لي الجمله اللي من هنا اللي بتشير لمفهوم الامه. مين الجمله اللي في دول اللي بتتكلم عن الامه مش الدوله؟ معنى كده اللي انت هتلاقي الثلاث جمل بيتكلموا عن الدوله، شيلهم وجيب لي حاجه تخص الامه. طيب، مجموعه بشريه تتميز باجراء انتخابات تشريعيه، انتخابات تشريعيه يبقى انت كده بتتكلم على سلطه، يعني دولة كده. الجملة دي مش عايزينها. قيام وزارة الزراعة، وزارة الزراعة دي سلطة، اللي هي سلطة ايه؟ اللي هي سلطة تنفيذية بالمناسبة، اللي هي الحكومة، يبقى كده دي دولة، يبقى كده الجملة دي مش عايزينها. مجلس الوزراء حكومة يبقى دولة، يبقى الجملة دي مش عايزينها. طب تعالى بص هنا قال لك ايه؟ تميز جماعة بشرية بتراث شعبي شديد الخصوصية. يبقى الناس دول عاشوا مع بعض فترة زمنية طويلة، فلما عاشوا مع بعض فترة زمنية طويلة في الوقت ده بقى عندهم تراث شعبي، عادات وتقاليد ولغة مشتركة. يبقى هي دي الجملة اللي بتوصف الأمة. ادي سؤال جه في 2025، 3 جمل يخصوا الدولة وجملة واحدة تخص الأمة، لأن احنا قلنا هنا إن السلطة تخص الدولة، فدي ال3 جمل اللي يخصوا السلطة. طيب تعال نشوف السؤال بتاع 2023، ايه رأيك فيه؟ حلو. قال لك دولة قدرت تحافظ على قوتها وتماسكها رغم تعدد اللغات بها. هي مين الدولة اللي تعددت بها اللغات من الاختيارات اللي قدامكم دي؟ يا مستر، الدولة دي هي سويسرا. سويسرا تحدثت 4 لغات. ارجع كده يا مستر اهي، ايطالية، المانية، فرنسية، رومانشية، 4 لغات تتحدث بهم سويسرا. فده كان سؤال 2023. ده كده الجزء الاولاني من الحصه اللي هو الفرق ما بين الدوله والامه. جزءنا الثاني دلوقتي بيتكلم على انواع الدول دي، فانت هتاخد 3 انواع للدول دي، منهم نوعين بنفس العنوان. نوع اسمه دول وحدويه مركزيه هنتكلم عنها بالتفصيل، ونوع اسمه دول اتحاديه مركبه، ده منه الفيدرالي والكونفدرالي. فاحنا دلوقتي هنتكلم على الوحدوي المركزي، الفيدرالي، الكونفدرالي. ركز بقى يا بطل، بسم الله توكلنا على الله. نبتدي بالدوله الوحدويه المركزيه. قال لك مبدئيا دي دوله فيها حكومه واحده. الله مستر، هي في دول فيها حكومتين؟
زي الفيدرالي. الفيدرالي فيه حكومتين، فتعالى نتكلم عنها كمان شويه. يبقى اذا اي سؤال يجي لك يقول لك اصل مثلا السلطه كذا تبع الحكومه كذا والسلطه كذا تبع الحكومه كذا، يبقى ده مش مركزي، يبقى ده وارد يبقى فيدرالي او كونفدرالي، هنشوف دلوقتي. يبقى مبدئيا الوحدوي المركزي ده عباره عن حكومه واحده، خدها قاعده ثابته كده، حكومه واحده ومجلس نيابي واحد. وقال لك الحكومه المركزيه دي بص 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 اللفظ، بص اللفظ، بص اللفظ، بتسيطر على جميع السلطات. يبقى اذا جاب لك جمله فيها سلطات منقسمه ما بين حكومتين، دي ما تبقاش وحدويه مركزيه. وحدويه مركزيه كل السلطات في ايد الحكومه المركزيه، كل السلطات، اخد بالك يعني ايه؟ كل السلطات في ايد الحكومه المركزيه. يعني ايه في ايد الحكومه المركزيه؟ هدي لك مثال بسيط جدا. يعني المنظر كده، يعني ايه يا مستر؟ يعني انت كفرد لو عايز تتفلت الشارع هتروح للحي، والحي يروح ياخد اذن المحافظ، والمحافظ يروح ياخد اذن وزير الاداره المحليه. فبالتالي هنا جميع السلطات بتصب في النهايه في ايد الحكومه، الحكومه المركزيه. المحافظ ما يقدرش ياخد القرار بمفرده، لازم يرجع للحكومه بتاعته وياخد منهم الموافقه. فخلي بالك عشان دي هتتلخبطك كمان شويه، هتاخد دول تانية دلوقتي اللي هي الفيدرالي فيها حكومتين، لكن هنا لا، دي هي حكومه واحده بس بتسيطر على جميع السلطات المحليه في الولايات والاقاليم. يعني مثلا على سبيل المثال المدرسه الفلانيه، هنروح بعيد ليه؟ ثانويه عامه، الثانويه العامه هو ثانويه عامه موحده على كل المحافظات. هل مثلا محافظه اسيوط مثلا فيها نظام ثانويه عامه مختلف عن محافظه بورسعيد؟ لا مستر، دول كلهم تبع وزير التربيه والتعليم اللي تبع الحكومه المصريه. تعرف بقى ان دول تانية زي امريكا كل ولايه ليها نظام تعليمي مختلف. ليه؟ ما فيهاش بقى موضوع ان الحكومه المركزيه تسيطر على جميع السلطات، لا لا لا، كل ولايه بنظام تعليمي مختلف. يبقى هنا ما فيش الكلام ده. في الفيدرالي بقى في حكومتين، وحكومه مركزيه وحكومه محليه جوه الولايات، والحكومه المحليه دي تختص ببعض الشؤون. لكن لا لا لا، ما فيش اي كبيره او صغيره لازم تاخدها في الدوله دي ترجع للحكومه المركزيه. قال لك دي اللي بتسيطر على جميع السلطات المحليه في الولايات والاقاليم والمحافظات والمجالس البلديه. طب يبقى ده انه نوع ده يا شباب؟ الدوله الوحدويه المركزيه. بص بقى قال لك ايه؟ قال لك اولا الدوله الوحدويه المركزيه دي فيها تجانس سكان. تجانس بمعنى تعايش، احنا يا جماعه متعايشين مع بعض عرقيا دينيا ثقافيا. معنى كده ان الدوله الوحدويه دي تصلح ان تكون امه. خلي بالك بقى من المعلومه دي. فعلى سبيل المثال الصين تصلح ان تكون امه، على سبيل المثال اليابان تصلح ان تكون امه، على سبيل المثال فرنسا تصلح ان تكون امه. يبقى دي ممكن يجيب لك اختيارات. لكن مثلا بعد كده الولايات المتحده الامريكيه لا تصلح ان تكون امه لان دي دوله فيدراليه. البرازيل تصلح ان تكون امه؟ لا يا مستر، دي دوله فيدراليه. يبقى اللي بيصلح ان يكون امه هو الدولة الوحدوية. يبقى أمثلة الدول الوحدوية اللي تصلح أن تكون أمة عندك تختارها في الامتحان: الصين، اليابان، فرنسا. كل دي دول تصلح أن تكون أمة. ليه تصلح أن تكون أمة؟ لأن الأمة لازم يبقى فيها نفس العادات والتقاليد المشتركة، فهي تجانس عرقي ديني ثقافي، فبالتالي تصلح الدولة الوحدوية أن تكون أمة. لكن دي ما تنفعش في الدولة الفيدرالية. يبقى لما يجيب لك اختيارات لدول فيدرالية اشطبهم. تمام؟ رجع بعد كده قال لك إيه؟ قال لك الدولة الوحدوية دي تحتوي قلبا أو نواة يتمثل في العاصمة بكين، والتي تتركز فيها معظم أنشطة الدولة. تعرف مين في الصين؟ أعرف بكين. تعرف مين في فرنسا؟ والله أعرف باريس يا مستر. عكس مثلا على سبيل المثال عكس الولايات المتحدة، واشنطن العاصمة لكن نيويورك هي أهم المدن، شيكاغو من المدن المهمة على فكرة. البرازيل العاصمة برازيليا لكن أهم المدن ريو دي جانيرو وساو باولو. يبقى الدول الفيدرالية هنا ما فيهاش فكرة إن تبقى عاصمة تتركز فيها معظم الأنشطة، لكن تتركز معظم الأنشطة في الدول الوحدوية. بكين زي ما أنا قلت لك، طوكيو في اليابان على سبيل المثال، باريس في فرنسا. مين أهم مدن فرنسا؟ باريس. مين أهم مدن الصين؟ بكين. مين أهم مدن اليابان؟ طوكيو. يبقى قال لك تحتوي قلبا أو نواة واحدة تتمثل في العاصمة تتركز فيها معظم الأنشطة. قال لك ودايما معظم الدول الوحدوية ليست كبيرة المساحة ما عدا الصين على فكرة. بص الوحيدة اللي كسرت القاعدة دي الصين.
الصين رغم انها دولة كبيرة المساحة لكنها دولة وحدوية. طب ليه يا مستر الدول الصغيرة بس هي اللي تصلح ان تكون دول وحدوية؟ لان فكرة التجانس، المساحة الكبيرة هتخلي صعب يبقى فيه تجانس، صعب جدا الناس اللي هنا يبقوا نفس عادات التقاليد الناس اللي هنا، صعب جدا الناس اللي هنا يبقوا نفس دين الناس اللي هنا. ليه؟ المساحة كبيرة جدا. طبعا احنا قلنا مين اللي كسرت القاعدة؟ هي الصين. الصين دولة كبيرة المساحة ودولة وحدوية. لكن مثلا تعالى مثلا بص كده، البرازيل دولة كبيرة المساحة فتلاقيها فيدرالية، الهند دولة كبيرة المساحة فتلاقيها فيدرالية، استراليا دولة كبيرة المساحة فتلاقيها فيدرالية، روسيا على فكرة من الدول اللي مش متظللة هنا، دي معلومة ليك من بره المنهج، فتلاقيها فيدرالية. ليه؟ دولة كبيرة المساحة. يبقى الطبيعي هنا ان نرجع تاني انا تهت اهي. يبقى اذا قال لك ايه الشروط اللي تتوفر في الدوله فتخليها تبقى دوله وحدويه؟ ان يبقى عندها تجانس سكاني، ان بتحتوي على قلب او نواه اللي هو العاصمه، انها ليست كبيره المساحه، بس احنا قلنا ما عدا الصين. الصين دوله وحدويه كبيره المساحه. طيب تعالى بعد كده، ايه رابع شرط عندك؟ ان ما يبقاش فيها عوائق، قله وجود عوائق طبيعيه، غابات، جبال، زي مثلا اليابان اللي كسرت القاعده دي. اليابان رغم انها جزر اهي، الا انها دوله وحدويه، لكن الطبيعي ان اي دوله جزريه ما تبقاش وحدويه، ان اي دوله جبليه ما تبقاش وحدويه. قال لك طبيعي ان ما يبقاش فيه عوائق. ليه؟ لان العوائق مش هتخلي فيه تجانس بين السكان، واحنا اتفقنا ان في شرط رئيسي هو التجانس. فلو الدوله دي فيها عوائق السكان مش هيعرفوا يتجانسوا مع بعض. الوحيده اللي كسرت القاعده دي اليابان. يبقى خلي بالك تاني، سكانها متجانسين، فيها قلب او نواه واحده اللي هي العاصمه، ليست كبيرة المساحة، واللي كسرت القاعدة هنا الصين، قلة وجود عوائق، واللي كسر القاعدة هنا اليابان. طب ايه الشرط الخامس؟ قال لك كثافة سكانية مرتفعة. خلي بالك مش عدد سكان مرتفع، كثافة يعني عدد سكان على المساحة، فخلي بالك من الحتة دي. في النهاية قال لك النموذج المثالي للدولة الوحدوية هي فرنسا، دي اللي فيها 5 شروط. نمشي بالترتيب. سكانها متجانسين، فيها قلب او نواه اللي هو العاصمه، كثافه سكانيه مرتفعه على سبيل المثال، ليست كبيره المساحه، ما فيهاش عوائق او قله، صعب اقول ما فيهاش، قله وجود العوائق، فالنموذج المثالي هو فرنسا. يبقى اذا خلي بالك انت عندك دول وحدويه كتير في العالم، بس دول الثلاثه اللي عليك. قال لك تنتشر الدول الوحدويه في بقاع كثيره من العالم. يبقى ده كده شرح الدولة الوحدوية. يبقى تاني يا شباب خلي بالكم، فرنسا، اليابان، الصين دول وحدوية. لما يجي يجيب لك جملة ويقول لك مين الدولة اللي هيبقى فيها حكومة واحدة، اختار واحدة من الثلاثة دول. لما يجي يقول لك مين الدولة اللي بيتجانس سكانها، اختار واحدة من الثلاثة دول. لما يجي يقول لك مين الدولة اللي بتحتوي قلب او نواة واحدة، اختار واحدة من الثلاثة دول. لما يجي يقول لك مين الدولة اللي فيها كثافة سكانية مرتفعة، اختار واحدة من الثلاثة دول. ليه نطيت النقطة دي ونطيت النقطة دي؟ لأن الصين كسرت الفكرة بتاعت المساحة، واليابان كسرت الفكرة بتاعت العوائق، لكن هم مشتركين في الباقي. يبقى ده بالنسبة للدول الوحدوية المركزية. طيب تعال بقى للنظام التاني اللي هي الدول الاتحادية المركبة اللي هي اللامركزية، ودي عبارة عن حاجتين، فيدرالي وكونفدرالي. ايه قصتهم بقى؟ تعال نبتدي بالفيدرالي. قال لك برضه هي دولة مقسمة لوحدات إدارية، قد تكون ولايات أو مقاطعات أو محافظات، نفس تعريف الدولة الوحدوية. بس بص بقى قال لك إيه؟ ويكون لهذه الوحدات نوع من الاستقلال الذاتي، تقدر تتصرف في شؤون كتير جدا، ما عدا النواحي المالية والدفاعية لازم ترجع لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة دي. فهنا خلي بالك بقى، هنا بيبقى عندك عبارة عن توازن ما بين حكومتين، حكومة مركزية وحكومة محلية، عكس الدولة الوحدوية زمان. الدولة الوحدوية حكومة واحدة، لكن هنا قال لك لا حضرتك، ده انت هنا عندك استقلال ذاتي في بعض الشؤون الحياتية. اعمل اللي انت عايزه في التعليم بتاعك، اعمل اللي انت عايزه في الصحة، اعمل اللي انت عايزه في الصرف الصحي، لكن لما يبقى عندك شؤون مالية ودفاعية ارجع بقى لرئيس الدولة. لكن وانت جوه المقاطعة دي او المحافظة دي او الولاية دي،
ليك حق في إدارة الشؤون الحياتية. عشان كده قلنا هنا عندك حكومتين، يبقى دي الميزة المهمة جدا اللي بتميز الفيدرالي مش في الوحدوي. الوحدوي حكومة واحدة مسيطرة على كل حاجة، لكن هنا حكومتين في توازن ما بينهم. وأعطيت لك مثال اهو زي ما احنا شرحنا من شوية على الخريطة بتاعتهم اهم، استراليا، البرازيل، الولايات المتحدة، الهند، كل دي دول فيدرالية. بص بقى، أول ميزة في الدولة الفيدرالية الشعب الحق المشاركة في الشؤون المركزية. نقف بقى هنا، طب ليه يا مستر دي نقطة موجودة هنا مش موجودة في الوحدوي؟ هنا الشعب بينزل مرتين، مرة يختار رئيس يديله بعض السلطات، ومرة ينزل ينتخب حاكم الولاية يديله بعض السلطات. فالشعب هنا بيشارك مرتين، عكس مصر مثلا. مصر دولة وحدوية مركزية، الشعب بينزل يختار رئيس الجمهورية، والرئيس هو اللي بيعين الحكومة، والحكومة هي اللي بتعين المحافظين. تمام؟ فبالتالي انت بتنزل تنتخب الرئيس. لكن هنا قال لك لا، انت كدوله فيدراليه بتنزل تنتخب الرئيس وبتنزل تنتخب المحافظ. طب سؤال، هو احنا هنا بننتخب المحافظين في مصر؟ لا، المحافظ بتعينه الحكومه. لكن هنا قال لك الشعب ليه حق المشاركه في اداره الشؤون المركزيه. دستورهم بيقول كده، دستورهم بيقول ان انا عندي حكومتين، عندهم دستور فيدرالي بيقول ان انا عندي توازن ما بين السلطه المركزيه والسلطه المحليه. دي بقى بتترسم ازاي؟ بتترسم كده راس براس مع بعض، دي سلطة مركزية ودي سلطة محلية، راس براس، في توازن ما بينهم، ايكوال، متساوي. لكن بص الرسمة دي لما جينا رسمناها قبل كده رسمناها كده، هنا ما فيش راس براس، هنا دي اللي متحكمة في كل اللي تحت منها، كل اللي تحت منها لازم يرجع لها. لكن لما جينا رسمنا دي بقى، رسمناها بالمنظر ده، في توازن ما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. بص قال لك اهو، قال لك يتم تمثيل الحكومات المحلية في السلطة المركزية إلى جانب الإدارة، جنبا إلى جنب. قال لك بيبقى في توازن ما بينهم. طب ليه بقى يا مستر؟ قال لك بقى حاكم الولاية هنا هو بيدير الشؤون الحياتية. بص الجملة دي زي ما أنا كنت بشرح لك من شوية، حاكم الولاية هنا هو ليه وظائف داخلية، شؤون حياتية، هو مسؤول عن التعليم بتاعه. فقد يكون مثلا التعليم في نيويورك مختلف عن التعليم في لوس انجلوس مثلا، مختلف عن التعليم في تكساس مثلا، اي ولايه انا بقولها. تمام؟ فعكس مصر مثلا لا، التعليم واحد في كله. تمام؟ الولايات بتاعت استراليا كل ولايه ليها نظام صرف صحي وليها نظام تعليمي وليها نظام قضائي مختلف. انت تعرف القوانين في الولايات المتحده بتاعت المرور مثلا بتختلف من ولايه الى اخرى، والعقوبات بتختلف من ولايه لاخرى. فبالتالي هنا ده مسؤول عن الشؤون الحياتيه بتاعته. لكن تيجي بقى للشؤون الماليه او الدفاعيه، لا، ارجع لرئيس الدوله. كلنا مثلا في امريكا بنتعامل بالدولار، سياسه ماليه ونقديه واحده. الجيش الامريكي كله بيتحرك مثلا في حرب زي حرب العراق، فبالتالي هنا شؤون ماليه او دفاعيه لا، انت بتتكلم كامريكا. لكن شؤون حياتيه، تعليم، صحه، امن، صرف صحي، الكلام ده كله يبقى ده شغله حاكم الولايه. فهنا في توازن ما بين السلطات المركزيه والمحليه. فدي الميزه اللي بتميز الدوله الفيدراليه، مش موجوده في الوحدويه. الوحدويه حكومه واحده متحكمه في كل اللي تحت منها، حكومه مركزيه متحكمه في المحليه. لكن هنا حكومه مركزيه هي ايكوال، هي في توازن بينها وبين المحليه. ده مسؤول عن الشؤون الماليه والدفاعيه، وده مسؤول عن الشؤون الحياتيه. تمام كده يا ابطال؟ طب ده بالنسبه للدوله الفيدراليه. اخر نوع بقى عندنا اللي هو الدوله الكونفدراليه. خد بالك بقى من الجمله دي، انضمام دولتين او اكتر تبقى دوله كونفدراليه. الكوميسا قد تكون دولة كونفدرالية في يوم من الأيام، لأن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي أهو، الاتحاد الأوروبي أهو بالمناسبة هو من الأمثلة بتاعت فين الاتحاد الأوروبي أهو، منطقة اليورو اللي هو الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ده دولة كونفدرالية، ليه؟ مجموعة دول بينهم وبين بعض. يبقى لما نيجي ناخد درس التكتلات بإذن الله، وخليك فاكر الجملة دي، أي تكتل يصلح أن يكون دولة كونفدرالية، لأن التكتل هو انضمام مجموعة من الدول. معنى كده انضمام دولتين أو أكتر تبقى دولة كونفدرالية. خدها كده قاعدة ثابتة. تمام؟ فخلي بالك من الحتة دي. قال لك أهو هو عبارة عن انضمام دولتين أو أكتر في اتحاد ينظمه معاهدة بينهما لتحقيق غايات مشتركة وتعهد بممارسة بعض من صلاحياتها إلى سلطة مركزية مشتركة. بص بقى اللي جاي دي بقى، مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية، اهو زي الاتحاد الاوروبي. ويمكن عايز اقف هنا، دي الدولة اللي تعتبر هش. ليه هش؟
هش لانها ضعيفه. بص بس قال لك ايه؟ تعد الدول الكونفدراليه اقل انواع الدول شيوعا، عكس مثلا الوحدوي والفيدرالي، واكثرها هشاشه. هشاشه يعني ضعف. ليه؟ قال لك لان، نرجع بقى تاني هنا وانت تفهم، قال لك لان هنا دولتين بيندمجوا مع بعض، بس كل دوله محتفظه بشخصيتها القانونيه، وكل دوله محتفظه بسياستها الخارجيه والداخليه، فهو نظام هش. وهتاخد بعد كده اسباب كتير يخليك تعرف انها هش. وبص هنا حتى بيقول لك ايه؟ تعد الوظائف السياديه زي السياسه الخارجيه والاقتصاد والجيش والشرطه اضافه الاعلام في هذا النظام من وظائف الحكومات الاقليميه. خد بالك بقى من النقطه دي. الكونفدرالي عكس الفيدرالي، بمعنى ايه؟ ان هنا المركزي هنا هو اللي مسؤول عن الشؤون الدفاعيه، فبالتالي زي ما انا بقول لك ده فرق جوهري جدا ما بين الدوله الفيدراليه والكونفدراليه، لان العمليه معكوسه. في حكومتين، بس في الفيدرالي المركزي مسؤول عن الشؤون الماليه والدفاعيه، هنا بقى الاقليمي او المحلي هو اللي مسؤول عن الشؤون الماليه والدفاعيه. علشان كده بص قال لك ايه بقى؟ خصائص تبين ان ده نظام هش جدا. قال لك اولا اتحاد ينظمه معاهده ما بين دولتين او اكتر. بص قال لك ايه؟ تحتفظ كل دوله بعاصمتها. يعني على سبيل المثال اسبانيا في الاتحاد الاوروبي عاصمتها مدريد، فرنسا في الاتحاد الاوروبي عاصمتها باريس. قال لك فكل واحد، رغم ان دول كلهم في اتحاد، لكن كل واحد ليه عاصمه مستقله، كل واحد ليه عملته الخاصه. بريطانيا ايام ما كانت في الاتحاد الاوروبي قبل ما تنسحب كانت بتعمل بالجنيه الاسترليني عادي جدا، رغم ان العمله هنا اليورو. قال لك كل واحد ليه حق التمثيل بشكل مستقل. عرفت بقى ليه هو نظام هش؟ يعني اللي عايز يعترف بفلسطين يعترف، اللي مش عايز يعترف ما يعترفش، كل واحد حر. هو ازاي واحنا دوله ويبقى كل واحد حر؟ قال لك اهو لكل دوله هنا كان علمها الخاص، هنا العمله النقديه بتاعتها زي اليورو، فعشان كده ده اتحاد هشه جدا. علشان كده مثلا دوله زي دوله سويسرا كانت في يوم في الايام هي دوله كونفدراليه، مقاطعات مع بعض عملوا اتحاد كونفدرالي، طلعوا بره النظام ده وتحولوا الفيدرالي على طول. قال لك روحوا وتحولوا الفيدرالي. قال لك من الممكن ان تتحول الى اتحاد فيدرالي، فسويسرا بقت دلوقتي دوله فيدراليه. ده كده بالنسبه لانواع الدول اللي عندك: وحدوي، فيدرالي، كونفدرالي. برضو مش هسيبك غير لما اوريك الاسئله اللي جت عليها، وتعالى دردش كده معايا. قال لك دوله بها سلطه مسؤوله عن كل الامور السياديه والحياتيه معا. دوله مسؤوله عن كل الامور السياديه والحياتيه معا. ترجم كده السؤال، تبقى دي دوله ايه؟ فيدراليه ولا كونفدراليه ولا وحدويه مركزيه؟ كل الامور السياديه في حكومه واحده مسؤوله عن كل حاجه. يا مستر تبقى دي كده دوله وحدويه مركزيه، مش فيدراليه ومش كونفدراليه. طيب دور بقى كده على الاجابه. ايه رايك؟ مين الجمله اللي في دول اللي تمشي مع دوله وحدويه مركزيه؟ حق التمثيل الدبلوماسي لكل ولايه، هل كل ولايه ليها سفير؟ وجود دستور لكل ولايه؟ ولا التجانس الاثنوغرافي للسكان؟ طب يعني ايه يا مستر اثنوغرافي؟ لغه ودين. ولا محدوديه انتشارها؟ اولا يا مستر محدوديه الانتشار دي موجوده في الكونفدرالي، فبالتالي انا هحذف دي، لان انت قلت لي الجمله دي مش كونفدرالي، الجمله دي يعني دوله وحدويه مركزيه. طب الدوله الوحدويه المركزيه اول جمله كان فيها ايه؟ التجانس العرقي والديني والثقافي واللغوي، فبالتالي دي الجمله اللي تمشي مع الدوله الوحدويه المركزيه. وده السؤال اللي جه سنه 2024. تعالى مثلا بعد كده السؤال اللي جه في 22 قال لك ايه؟ قال لك طلع لي المنطقه اللي في دول اللي تتمتع بنوع من انواع الاستقلال الذاتي. بدل ما قال استقلال ذاتي يبقى هو عايز دولة ايه يا اولاد؟ هو عايز دولة فيدرالية مش وحدوية. طب الصين وحدوية مركزية يبقى ما تنفعش. طب اليابان دولة وحدوية مركزية تبقى ما تنفعش. طب فرنسا دولة وحدوية مركزية تبقى ما تنفعش. يبقى مين الدولة هنا الفيدرالية اللي ولاياتها زي كوينزلاند دي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي؟ يا مستر كوينزلاند يا مستر صح. في استراليا تتمتع بنوع من انواع الاستقلال الذاتي، لان استراليا من امثله الدول الفيدراليه اهي. ارجع يا مستر اهي، استراليا من امثله الدول الفيدراليه. كده احنا خلصنا نص الدرس ده او حصه النهارده. حصتنا ما خلصتش، تعالى نشوف اهم الافكار بتاعت الدرس ده، وبعد كده تروح تحل الواجب وتجيلي علشان تشوف حل الواجب. يلا يا ابطال.